من الحلويات الشرقية الجميلة جدا بلح الشام، هنعمله النهاردة بمقادير مظبوطة ويطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي، وكمان القرمشة الجميلة اللي كلنا بنحبها. يلا بينا نشوف المقادير ونسمي بسم الله. معايا هنا كوباية دقيق وكوباية مية وربع كوباية زيت وبيضتين عليهم فانيليا ومعلقة نشا ومعاهم معلقة سميد. هنجيب هنا حلة على النار ونحط فيها الزيت مع المية وهنسيبهم مع بعض لحد ما يغلوا. واول ما يغلوا معايا هجيب هنا بقى الدقيق على معلقه النشا على معلقه السميد، قلبتهم مع بعض وبعدين حطيتهم على الخليط بتاع الزيت والميه، وهنفضل نقلب بالشكل ده لحد ما تتكون معايا عجينه بالشكل ده، وتعمل في القاع بتاع الحله او الطاسه بتاعتنا قشره كده بيضه. بعد ما العجينه بتستوى معايا خلاص بسيبها بقى تبرد تماما، بحطها هنا في طبق وبسيبها تبرد. بعد بقى ما العجينه بردت معايا هجيب بقى هنا البيض وهبدأ انزله على دفعتين على العجينه، وهبدأ أعجن كده كويس وألم كده في العجينة. هي في الأول هتلاقيها بتفصل، بعد كده هتلاقيها بتلم معاكي بالشكل ده. هنا بعد العجينة بقى ما لمت معايا هبدأ بقى اللي أنا أشكلها. الزيت عندي بيكون بارد، ببدأ أشكل العجينة بتاعتي بالقمع بالشكل ده كده. أول بقى ما الزيت يسخن هتلاقيه بدأ يستوى ويطلع الوش بالشكل ده وياخد اللون الذهبي الجميل. بعد ما بياخد اللون الدهبي الجميل ده بننزل بقى في الشربات، والشربات بيكون بارد. مقدار الشربات بيكون مع كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وأول ما بيغلوا بنزل بعصرة ليمونة وفانيليا وبسيبهم 5 دقايق كده يغلوا، وبعدين بطفي النار. وده شكل بلح الشام بالهنا والشفا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم.